عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اجمل اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده رايحه اعمل جريمه. هقص شعري. هو المفروض ان شعري اصلا مقصوص اوريدي لحد هنا. انا بقى اتهبلت في دماغي وعايزه اعمله لحد هنا. معرفش. بصوا، انا عايزه اغير من حياتي كلها. عايزه ابدا صفحه جديده على نظافه بقى، يكون فيها حاجات كتير حلوه وبتاع، وعايزه اغير بقى، يعني يكون في تغيير في كل حاجه. تمام. والفتره الجايه هتشوفوا فيديوهات حلوه على فكره جدا جدا جدا، وهتعجبكم من اللي قلبكم يحبها، من اللي انتوا كنتوا بتشوفوني فيها. تمام. اسفه لو كنت مثلا زعلتكم في اي حاجه، او ان انتوا اتضايقتوا مني في اي حاجه قبل كده، بس ان شاء الله انا بوعدكم الفتره الجايه هتشوفوا حاجات جامده جدا، هتشوفوا حاجات من اللي انتوا بتحبوها، من اللي انتوا عايزين تشوفوا روان بيها. انتوا فاهمين قصدي؟ فتعالوا بينا نروح نعمل الجريمه بتاعت قص الشعر دي. انا ممكن ارجع في كلامي على فكره عادي جدا، لو رحت ولقيت ان انا خايفه هرجع في كلامي عادي جدا. يعني هنروح وهنشوف مع بعض. بس قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش لايك الفيديو ده، سبسكرايب للقناه. خلاص قربنا جدا على 400,000. بحبكم جدا جدا. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. جيت دلوقتي. تمام. المفروض ان انا يعني مش عايزه، انا خايفه ومتوتره جدا. يعني شعري اهو يعني هيبقى لحد هنا او تقريبا اقصر. تمام. انا كنت جايه في دماغي قصه البوي. عارفين انتوا القصه دي اللي هي القصه اللي بتكون شعرك كله مش موجود والحته اللي في الجنب هي اللي بتبقى عامله كده، بس يعني قلت لا هتبقى بوي قوي. لا شوفوا تاني. فايه هنشوف ربنا يستر. هنبتدي دلوقتي. مش عايزه اقول لكم كميه قلق وخوف اللي هو ما يلقش اصلا عليا وكده يعني. بس صوفي عارفه انا هعمله ايه بالظبط، لان المقص لسه ما جاش صح؟ لسه. انت عارفه يبقى لحد انا هتكلم بالمقص وانت تتكلمي على طول تقولي اللي انت عايزاه. اللي هو يبقى لحد الرقبه كده زي الصوره اللي انا وريتها لك. احنا نعمله يعتبر كاريه فرنساوي بس طويل. ماشي. انا هقولها لك كمسمى وهوريها لك كفعل ان شاء الله، لان هي الصوره اللي انت طالباها كاريه فرنساوي طويل. تمام. يعني جاي لحد الرقبه مثلا. بالظبط. واخد دوران بس عشان يبقى مختلف، علشان يدي دوران لوشك شويه مش طول. ماشي. اتقص. عايزه شعرك؟ اوكي، عشان نحتفظ بيه. وترجعي تجددي اللون اللي كان عاجبك بقى تاني. انتوا يا جماعه عارفين طبعا، انتوا عارفين صافي اصلا من الفيديو بتاع الميك اب، عارفين. لحد دلوقتي يا جماعه انا مش شايفه القصه، انتوا بس اللي شايفينها. يعني ايه؟ هشوف. تمام. وحتى ده صافي عايز يتقص في الاطراف طبعا ما تقلقيش، ما تطلبيش حاجه خلاص. شعري ضايع. انت وريتيني القصه وما تطلبيش انت بقى، يعني كل حاجه صح. انا زي ما قلت لكم عايزه اعمل تغيير بقى، بدايه كده جديده بقى ان شاء الله. انتوا طبعا يعني ده مش طول شعري، انتوا عارفين شعري كويس. على فكره مش هيبقى قصير قوي معاكي يا روان، على قد ما اقدر، علشان برضو انت بتحبي تلوني. لا مش، بصي خليه زي الصوره. ما هو زي الصوره، انا بوصف لك انه مش هيبقى قصير بس عندي تعرفي تلونيه. يعني قصير مش قصير، خليه نفس الطول ده كده. ما هو نفس، اقصد اقول لك هتعرفي تتعاملي معاه عادي. انا مش بالنسبه لي مش لازم المه يعني، بس الفكره ان انا عايزاه ايه، نفس الصوره تقريبا، نفس الصوره كانت جايه لحد هنا صح ولا ايه؟ هتشوفي مع بعض. انا شفته. انا هظهرك اصلا على الصوره، لان يعتبر هعمل لك اطول من الصوره حوالي سنتي ونص، بس كل اللي يليق مع الشعر وفي نفس الوقت ابقى مستغليه الميت والحي. فاهمه حاجه؟ مش هخسرك في حاجه. انا بالنسبه لي عادي، انا بس عايزه اعمل تغيير، فاهماني؟ انا بقى بالنسبه لي مش عادي، لاني بشتغل بضمير. ببقى فعلا زعلانه على الشعر وعايزه استغل الحي والميت. صور حلو. لا جامد. تصدقوا عجبني؟ وانا واحنا ما خلصناهوش، بس الطول بتاعه عجبني قوي. هو كله نفس الطول ده صح؟ لا جامد. بعد ما تحطي البيبي ليس تقريبا هيطول اكتر. هيديكي
طبعا كل الفكره في القصه اللذيذه اللي انت لعبه فيها من ورايا، يا جماعه بس يعني بشكل جمالي هندري. يعني القصه انا عامله فيها هنا من كام يوم، اتهبلت في مخي وانا اللي قصيت القصه لنفسي وقصيتها كده لحد هنا كده، فشعري كله هيبقى مدرج كده، مش هيبقى جاي كله متساوي، فاهمين؟ انا عامله مدور عشان يغني عن اللي انت لعباه، لكن مش عامله مدرج خالص. ماشي. الحاجه الوحيده اللي فعلا كنت قلقانه انك تطلبيها انك تدربيه. لا انا ما كنتش عايزه ادربه، هيدربوا ايه؟ هيبقى كده وكده وكده. لانه ما كانش هيعجبني معاك كده، هيبقى لذيذ. والله العظيم انا فرحانه بيك، تسلم ايدك. انا كنت اتمنى ان فعاليتك تبقى عاليه عن كده لو معاكي. صوفيا يا جماعه تعبانه من الصبح، فتحسوا كده ان ما عندهاش باور زي الفيديو اللي كانت عاملاه معايا، لانها كانت واقفه من الصبح كده. فانا جيت ان بقى شاء الله ايه؟ يبقى لينا مره على حق مع بعض. مش مفاجآت. مفاجآت. اصل انا الحوار ده اكتر بني ادمه غاويه بتفاجئني. حاسه زي الميك اب برضه كنت مفاجئاني. صدمت المهمة بنجاح. مش عايزة اقول لكم ان انا حبيت شعري القصير ده. على فكرة انا كنت موريه صورة لصوفي معينة بس كانت اقصر من ده، تمام؟ انا دلوقتي مسيرتي الاخيرة، بصوا. لا جامد، تسلم ايدك بجد. بصوا، ايه رايكم؟ احلى الشعر ده ولا الشعر التاني ولا الشعر اللي قبله ولا اللي قبله؟ انا برضو عايزه اعرف. لا بس ده عاجبني جدا جدا. ايوه كده جامد يا صوفي. هي انا عايزاها تاخد الفورمه بقى، تجيبي بس الصوره من ورا كده اللقطه الاخيره، بصوا هي تبقى باينه الدرجات كلها. شايفين شكله يا جماعه؟ وانا بص عليهم بس هي مش درجات الدوران بتاعه ما شاء الله، في التصوير باين اكيد ما شاء الله. نروح بقى واقول لكم بقى الحاجات بالتفصيل، بس انا بس عايزه اوريكم ان ده شكل نهائي. وهتاخدي شعرك. بصراحه لانه عجبني اكتر من الطويل اصلا يعني، وعجبني اكتر من ما شاء اللي الله. فات، فتسلم ايدك يا صوفي بجد، عجبني جدا جدا. كل مره هنشوف بقى لما نروح البيت انا هعمل ايه كده. يا جماعه هو ده كان فيديو النهارده. عايزه اقول لكم ان ده القصه دي عجبتني قوي قوي يعني. بصوا حتى عجبتني جدا جدا جدا، حاساه لايق عليا اكتر من الطويل يعني. بصوا قولوا بقى في التعليقات، الاول كان جاي لحد هنا الاول، ولا بعد الصبغه بقى لحد هنا، ولا بعد ما حصل اللي حصل لي بقى لحد هنا، ولا دلوقتي بقى لحد. هسيبه بقى لحد ما يطول بقى وحد ما ياخد على شعري الاولاني. انا عن نفسي كان نفسي ان انا اعملها من زمان جدا جدا يعني، من اول ما اتولدت تقريبا وانا نفسي اقص شعري كاريه، بس ماما ما كانتش موافقه خالص بالموضوع. بس دلوقتي زي ما انتم شفتوا هو اصلا شعري كان قصير، فما كانش هيفرق لما انا اقصه، وده يبقى شكله. فرحانه قوي 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 بيه بجد والله. بصوا شكله، بصوا. فهو ده كان فيديو النهارده، واتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه. بس كده، باي باي.